قناه الزمالك وقناه الاهلي دلوقتي بقى محتواهم عباره عن قعده المساطر، عباره عن تلقيح. الله بس عليك يا الصفرا يا اللي شاغله بالك بيه. طب نسمع كده قناه الاهلي بتقول ايه. انسحب من اجل الكرامه، وده ده بيفكرني ايوه بمسلسل جعفر العمده. جعفر العمدة ايه ده بقى؟ اخوه بقى ها. المشهد ده برافو على الاخراج. كاش اجيبه لك سيد اخو جعفر سيد ده. اللي كان بيتكلم في قناه الاهلي ده هو رئيس شركه الكوره بالنادي الاهلي، مهندس عادل القيعي. والله عيب على سنك. لا استنى كمان اما تسمع قناه الزمالك بتقول ايه. ان في شخصيات اعلاميه عامله زي وداد، وفي كمان انديه على مستوى العالم بقى عاملين زي دلال. اللي كان بيتكلم في قناه الزمالك ده القائد التاريخي نادي الزمالك كابتن خالد الغندور. والله عيب على تاريخك اللي بيتقال ده. هتصدقوا بالله الناس دي والله زهقتنا في الكوره. المفروض يلغوا القناتين، يلغوا قناه الزمالك وقناه الاهلي، ما لهمش اي محتوى. محتوى الزمالك مبني على الاهلي ومحتوى قناه الاهلي مبني على الزمالك. والله زهقتونا في الكوره.